على فكرة انت كل يوم بتخسر، سواء قمت او فضلت مكانك، سواء اشتغلت ولا كسلت، سواء حاربت ولا حتى استسلمت. الخسارة حاجة مش ممكن تتفاداها. الخسارة حتمية، يعني حتى لو قررت ما تعملش حاجة خالص فانت برضه بتخسر. الخسارة ليها اشكال كتير قوي. في خسارة بتحصل وانت بتشتغل، وانت بتتعب، وانت بتسهر، وانت بتحارب. بس في نوع تاني من الخسارة ابشع بكتير. الخسارة اللي بتحصل وانت قاعد مكانك. في ناس فاكرة ان الراحة اختيار ذكي، وان التأجيل مرحلة مؤقتة. بس الحقيقة اللي بيستنى لما يكون جاهز عمره ما هيبدأ، واللي بيهرب من التعب هيخسر حلمه غصب عنه. خليني اقولها لك ببساطة: لو مش ناوي تخسر راحتك يبقى لازم تتقبل انك هتخسر حلمك، ولو مش ناوي تتعب يبقى لازم تتقبل انك تفضل طول عمرك بتتفرج على اللي بيتحركوا. اللي بيشتغل دلوقتي بيخسر راحة، بيخسر خروجات، بيخسر شوية من الدوبامين السريع اللي بيجي من التيك توك ومن الريلز الفاضية. بس اللي بيفضل مكانه بيخسر حاجات اغلى كتير، وبيخسر فرص كان مستنيها، بيخسر نفسه وهو مش واخد باله، وبيخسر سنين مش هترجع تاني. فاكر سيف صاحبنا؟ لو مش فاكره ارجع للفيديوهات اللي فاتت وهتعرف عنه اكتر. المهم ان صاحبنا كان تايه ومش عارف يبدا. كان بيحس انه مش قادر يضحي براحه يوم، وكان عمال ياجل الكورسات، وكان بيقول النهارده مش فايق، هبدا من الاسبوع الجاي. وفضل كده يخسر حاجات صغيره كل يوم، ثقته بنفسه، فرص كانت بتعدي وهو مش قادر يشوفها. بس اول ما قرر يبدا حتى بخطوه بسيطه بدا يخسر راحته، بس بدا يكسب نفسه. في الفيديو ده هنفهم يعني ايه مبدا الخساره الحتميه، وهنكتشف انك لو ما قررتش انت هتخسر ايه، الدنيا هي اللي هتقرر لك، ويمكن مع الوقت تخسرك كل حاجه. السلام عليكم، مساء الخير، ويا رب تكونوا دايما بخير. انا حسن نجار، وخلينا النهارده نتكلم عن مبدا الخساره الحتميه. خليني الاول كده اقول لك قصه سريعه. فاكر لمياء، البنت اللي كانت تايهه وقافله على نفسها في الاوضه مش قادره تتحرك؟ كانت دايما تقول انا مش عارفه ابدا، كل حاجه حواليا سريعه وانا متاخره. بس تعالى نرجع شويه كده قبل ما تبدا. وقتها كانت بتصحى كل يوم بنفس الطريقه، تفطر بسرعه، تقلب في التليفون، تتفرج على لايفات سخيفه، تضحك على ريلز، وتقفل اليوم وهي ما عملتش اي حاجه. بس الغريب ان هي ما كانتش مرتاحه. كانت كل ليله بتحس بالذنب، تحس ان هي بتضيع وقت، او حتى تحس ان هي مش كويسه، تحس انها فاضيه. بس بتسكت دماغها وتقول مش مشكله، هبدا من اول اسبوع. الاسبوع كان بيجي ويعدي ولمياء لسه مكانها، وفي كل يوم جديد كانت بتخسر. بس مش بتخسر حاجه باينه، هي كانت بتخسر حاجات اعمق بكتير قوي. كانت بتخسر احترامها لنفسها، كانت بتخسر فرص بسيطه زي كورسات مجانيه وبتضيع منها. كانت بتخسر فكره انها تفتكر هي بتحب ايه اصلا. وفي يوم صاحبتها كلمتها وقالت لها في مؤتمر شغال للبنات، هنتعلم فيه حاجات حلوه، تعالي معايا. لمياء سكتت، عقلها قال لها انت هتروحي كده من غير ما تكوني جاهزه، من غير ما تكوني عملتي اي انجاز. بس قلبها قال لها طب ما تجربي، مش هيحصل اسوأ من كده. راحت المؤتمر وسمعت واحده بتتكلم عن نفس الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه النهارده، وقالت جمله فضلت محفوره في دماغها: انت لو مش ناويه تتعبي يبقى لازم تتقبلي شكل الحياه اللي هتفضلي فيها.